هذه ساعتين او 3 سوايع في لاباج ديالنا غتكون وصلتنا المئات ان لم نقل الالاف من الرسائل، عشرات الالاف من الرسائل، كلشي كيهضر لنا على سعيد الصناجي، فيديو فضيحه، مسرب، تسريب، العرا، كذا. جيت نوضح جوج ديال النقط الاخوان، الله يجازيكم بخير، الناس متتبعين ديال الصفحه ديالنا والمغاربه بصفه عامه. اول حاجه الصفحه ديالنا حنا كبرنامج او الكونسيبت ديال البرنامج ديالنا ما متخصصش في هاد الامور هادو. حنا ما كنهضروش على الفضائح الشخصيه ديال الناس، الفضائح يعني ما كنتبعوش الناس اليوم نشوفوا شنو كيديروا. سينو اي واحد ديما كنقولها، اي مغربي بصفه عامه غنتسناو حنا تيبغي يبدل السروال، اللقطه اللي كيحيد السروال باش يطلع السروال الاخر تشدي تصويرات لوحه فضيحه. ما يمكنش تبع الناس في شي امور اللي هما يعني كنهضر على الكونسيبت ديال البرنامج ديالنا. حنا الا كنهضرنا شي حاجه في البرنامج كنهضروا على الفساد الاداري، الفساد في السياسه، الفساد بصفه عامه في الحاجه اللي ممكن تضر الشعب، اللي تضر الراي العام بصفه عامه. اما كنظن هذا المشكل هذا ديال الفيديو اللي كنهضروا عليه، اكثر واحد غيضروه هو هذاك السيد شخصه في نفسه والاقرباء ديالو. اذا ما خارج على الكونسيبت ديال البرنامج ديالنا، وهذه النقطه اللي جيت بغيت نوضحها. النقطه الاولى بطبيعه الحال يعني ما تسناوش بان برنامج سكيزوفرين غير على هذا الموضوع هذا ولا يتعمق فيه او لا يعطي الراي ديالو. حنا بعاد على هذه المواضيع. الا كاين شي حاجه ما نهضروش على ديال الشعب مرحبا، ما كاين شيء، ماشي هو هذا برنامج، ماشي هو هذا الكونسيبت ديالنا. النقطه الثانيه هو شفت في الصحف، واخا نقولوا حنا لي باج يعني العاديين الهوات نشروا الفيديو لي جروب كذا. انا اللي كيثير التعجب ديالي والتسطيه ديالي هما الصفحات الكبيره، الصفحات الاخباريه، الصفحات اللي ربما اللي خاصها تنشر اخبار ديال المواطنين وكذا. الفيديو اون فوا تلاح ميم با واحد ساعه كل شيء ناشرو. ما كاينش شي صفحه في المغرب الكترونيه يعني بروفيسيونيل ما نشراتوش، كلهم المواقع الاخباريه كاملين. بعكس ملي كيكون شي موضوع ديال شي مواطن اللي عنده شي مشكل، بحال داك السيد اللي عنده مشكل مع القيد، بحال المفاتيح، بحال بزاف ديال الناس، بحال كذا، ما كيتنشرش. علاش؟ حيت هذاك كتبيعوه بطبيعه الحال، هذاك كيجيب لكم شويه ديال لي فيو، كيجيب لكم كونتاكت مع داك الارتيست، كتبداو تقلبوا تتصلوا به، مكالمه حصريه، مكالمه. اما الاخر لا، موضوع هذاك هو الشعب، ما نزيدوش نحكروا مزيان حيتاش عندنا انتخابات جايه، ممكن تكون عندنا علاقه مع داك الحزب اللي فيه داك السيد، اللي فيه داك الوزير، اللي فيه داك المسؤول. تسطيه. علاش هادشي؟ علاش ديما الصحافه؟ فما عمرني غنثق انا في شي صحيفه على الحساب اللي جابت لي شي خبار من الاخر، حيت الخبار اللي هي خاصها تنشر ما كتنشرش، والخبار اللي ما عندهاش علاقه بينا حنا كمجتمع فقط اللي هي انها فضيحه فهي كتعطيوها قيمه. انا كنقول بغيتو ديروا فضيحه شغلكم هذاك، غير هو منين يكون مشكل ديال المواطنين ديال بصح اللي هو صحيح بارطاجيوه، نشروه بنفس القيمه اللي كديروها مع الفضائح. اولا هذاك الشيء الاخر كتسميوه فتنه. بالنسبه لي هي ديال الفتنه، هي اللي كدار دابا حاليا في المواقع الاخباريه. ما غاديش نعطيو الراي ديالنا في ذاك الفيديو، كنقولوا الله يعفو الله يعفو الله يعفو. السلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة